السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة بقى اليوم ده زي ما انتوا شايفين معايا كده، احنا هنعمل طبيخ عشان جاي عندنا ضيف. واحد جاي مع ابو يوسف. انا كده كنت بطبخ الساعة 2 بالليل. هنا طبعا معايا في الشفشق بتاع الخلاط ده او الدورة فلفل وطماطم زي ما وريتكم كده. فلفل وطماطم وشريحة من الليمون وبصل وفص من الثوم مهروس، ونزلت عليه ببابريكا وكاري، بهارات فراخ وسبع بهارات، وهضربهم في الخلاط. ومعايا الفرخة اهي، انا هنا كنت نقعاها من بالليل، يعني من قبلها بتاع 3 ساعات او 4 ساعات كانت منقوعة. يعني كنت غسلاها ساعة العشاء وشايلاها في التلاجة. هنا بقى زي ما انتوا شايفين انا كده حاطه الفراخ بس قلباها، يعني علشان في نص السوا هقلبها، وبديها كام نغزة بالسكينة كده علشان تشرب من التتبيلة دي. زي ما انتوا شايفين انا شلتها في ايدي عشان اوريكم انا بعمل فيها ايه. هنا بقى خلاص هدخلها في الفرن. وتعالوا هنا هنعمل بطاطس. طبعا هخرط البصلة وهحطها على النار. حبايبي قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هنا نزلت بنص معلقة من الكزبرة مع 7 بهارات في البصل. ودي معايا الصلصة او الطماطم. يعني انا بصراحة بجيب الطماطم كل اسبوع وبفرزها زي ما انتم شايفين في كل الفيديوهات، بطلعها من الفريزر واطبخ على طول. يعني ما بجيبهاش واسيبها كده في التلاجة، لان بصراحة الجو حر وبتبوظ. دي البطاطس الكمية اللي انا هعملها مش كتير ولا حاجة. وهنا هنزل في التقلية بنص معلقة من السكر زي ما انتوا شفتوا كده. وهنا بقى هحط الملح وانا كده كنت حاطه ادي ده الملح، وكنت حاطه التوابل في التقلية زي ما انتوا شفتوا في البصل. هنا بقى هنعمل لهم حاجة حلوة، هنعمل صينية، هي مش كيكة او بسبوسة، يعني حاجة حلوة كده هنعملها مع بعض. معايا هنا 4 بيضات، والمقادير اللي راقدة دي يا حبايب قلبي: كوباية ونص من السكر، وكوباية زيت، وكوباية ونص من اللبن، ومعايا معلقة خل، ونص كوباية صغيرة من جوز الهند، ومعايا معلقة بيكنج باودر. انا هنا نزلت الاول بالبيض ضربته كويس، ورجعت حطيت عليه السكر واديته ضربة كمان، ونزلت بالزيت واديت له ضربة، وبعد كده نزلت باللبن. وهنا قلبت البياض الجاف البيكنج باودر مع الدقيق، ونزلت بالجوز الهند في الخليط اللي احنا عاملينه السايل ده، وكوباية العصير. وبالمناسبة ده عصير حاجة ساقعة اللي هي برتقان. كده فاضل بقى معايا الخل، هنزل بالخل بقى اخر حاجة. انا كده نزلت بكمية الدقيق على مرتين زي ما انتوا شفتوا كده. هنا بقى معايا صينية مدهونة من الزيت ورشة دقيق، هدخلها بقى الفرن ونرجع على البوتاجاز تاني. هنا معايا حلة فيها سمنة. ادي زي ما انتوا شايفين البطاطس خلاص كانت داخلة على سوا، والشوربة اهي. هنا هعمل الرز اللي هو واحدة وواحدة زي ما انتوا شايفين كده، بفضل اقلب فيه لغاية ما لونه يبقى كويس يعني مناسب. وهنا حطيت عليه، ضفت عليه باقي الرز الابيض. الكمية اللي انا بعملها دي كيلو من الرز. انا خلاص البطاطس كانت بتستوي اخر حاجة. والحلة الصغيرة اللي فيها الشوربة التانية دي هعمل فيها ملوخية، بس للأسف طبعا هجيب ملوخية من ساعة الفجر، عملت ملوخية ناشفة. ادي هنا كده خلاص الرز بنزل اللي في حروف الحلة كده، هسيبه بقى يستوي. وخلاص الرز الملح بتاعه مظبوط. ودي الشوربة اللي سقط فيها شوية الملوخية، ودي البطاطس.
حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هو بالمناسبة الفيديو ده كان بقاله يومين، يعني المفروض كان ينزل يعني من حوالي اسبوع كده، بس طبعا انا كنت عامله له المونتاج وعندي على التليفون ما نزلتوش لظروف يعني. في الاسبوع ده انا ما نزلتش فيديوهات، بس ان شاء الله باذن الله من هنا ورايح هنزل يوماتي. بس يا ما تنسوش اللايك عشان يبقى فيه تفاعل يعني، وتكملوا الفيديو للاخر وتسمعوا الاعلانات. بشكركم على دعمكم ليا حبايب قلبي اللي معايا في القناه. هنا نزلت بمعلقه من الصلصه بعد ما سقطت الملوخيه كده، او نزلتها في الشوربه. هديها تقليبه كده واحس ان هي هتقلب هطفي عليها يعني، هشيلها بقى من على النار. ومعايا هنا فصين من الثوم مهروسين على معلقه سمنه. في الوقت ده كان الاذان بتاع الفجر بيأذن، عشان هنا في الوقت ده خلصت التقليه بتاعت الملوخيه دي، الطشه بتاعت الملوخيه، ورحت اتوضيت وصليت. يعني واللي كان الضيف اللي كان جاي عندنا ده مع ابو يوسف، فكنت مضطريه اطبخ في الوقت ده، من جاي مشوار سفر، فكان لازم هيعدوا من عندنا من البلد، فلازم ان هم نعمل لهم فطار، بس كان لازم يبقى فطار كويس يعني. طبعا انا بعرفكم كده لان انا معتبراكم اخواتي وامهاتي وحبايبي يعني اللي بيتابعوني، معتبراكم زي عيلتي يعني. يعني اللي هو بكل تواضع وكل يعني بطبيعتي ظاهرة معاكم وبتكلم معاكم وبحكي لكم على كل حاجة بصراحة يعني. فلازم اعرفكم انا يعني بعمل ايه وامتى وفي انهي وقت يعني. هنا كده خلاص كنت خلصتها بقى وهسيبها يعني. وهنشوف دلوقتي الصينية بتاعت الكيك اللي هو الجوز الهند. كيكة جوز الهند، بصوا انا عايزه اقول لكم كانت جميله والله، كانت تحفه. بس للاسف انا هطلعها كده هي سخنه، هسيبها تبرد وهغرف الاكل، فمش هرجع اصور تاني بعد ما قدمتها لهم. بس هي ما شاء الله عايزه اقول لكم كانت جميله، وشايفين لونها. وبالمناسبه اللي انا بوريه لكم ده اللي هو جوز الهند يعني، كنت حاطه كميه كفايه يعني. حبايب قلبي هنا بقى كده خلاص انا غرفت الاكل وحطيته على الطبليه. حطيت الاكل في الاطباق زي ما انتوا شايفين، البطاطس ما شاء الله والملوخيه اهي، وطبعا حط الليمون وعيش، ودي الفراخ ما شاء الله جميله. بألف هنا بألف هنا. يا رب الفيديو نال اعجابكم. مع